بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنجاوب على اسئلتكم اللي سألتوها لي على القناة، وهننزل السهم المجاني اللي بننزله اول كل شهر. حابين الاول نجيب ارباحنا الشهر ده، ومش معنى ان احنا بننزل بيه ارباحنا الشهر ده ان احنا اشترينا الشهر ده. في حاجات احنا كنا مشترينها من قبل كده وخلصت الشهر ده. قبضة الكويتية 15% زي ما انت شايف، غاز مصر 17، السويدي 13، اوبرلاند 4، اوراسكوم 4، فوديكو 33%، كيما 12.5. وبالمناسبة كيما لسه فيها استثمارات أكتر، يعني كيما على آخر السنة ممكن تبقى ب30 جنيه، فاللي حابب يستثمر في كيما الاستثمار فيها مش هيخص. عربية صناعات هندسية 7.5 تقريبا. مصرف أبو ظبي 15.5. ليسيكو حوالي 7. بس دي كانت أرباحنا الشهر ده. في صفقات لسه مفتوحة وما جابتش أهدافها، في صفقات دخلنا فيها جديد مع الهبوط، في حاجات كتير قوي موجودة. حابب تنضم للقناة الخاصة؟ بتتواصل معايا يا من خلال كومنتات اليوتيوب يا من خلال التليجرام، أو إدارة المحافظ كذلك نفس طرق التواصل. يلا نبدأ في أسئلتكم. ادي التليجرام. أستاذ محمد علوة بعت لي رسالة، أنا بس حابب استعرضها لأن الكلام مهم. بيقول لي إيه بقى في الرسالة؟ أنا عايز بس أقول لك بس الله يمسيك بالخير، كنت بتبوس إيد الناس ما تبيعش أجواء وهو ب20 جنيه، وقاسك ب13 كنت بتقول إنه سهم ده. حصل الكلام ده، حصل فعلا. كان الكلام ده في حوالي شهر 7 أو 8 اللي فاتوا، وكان معاهم كمان سهم القاهرة دواجن أيام ما كان قاسك ب13، أجواء ب17، القاهرة للدواجن ب5. كنا إحنا في الثلاثة دول. فطبعا هو بيكمل وبيقول والله احنا بقالي سنه بدرس واتعلم، عرفت انت كنت قد ايه معلم، الله يبارك لك ويزيدك يا ربنا يخليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده يعني. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان دي تجربه عمليه، لان في اسهم احنا ساعات بنطول فيها، وفي ناس بتبقى معايا في اداره محافظ او في قناه خاصه اقول لهم اصبروا، فالناس ما عندهاش الصبر او قلبها خفيف. لو السهم ريح 1 أو 2% يترعبوا، ولو السوق هبط مثلا 1 أو 2% يتخض ويصوت يعني. فدي دروس للجميع. انت طول ما انت في البورصه هتواجه صعود وهبوط، البورصه مش صاعد بس ومش هابط بس. الفكره انك تبقى عارف الشكل العام. الشكل العام اليومين دول ان احنا صاعدين، ومش بس صاعدين، احنا صاعدين لمناطق ما شفناهاش قبل كده. وده اللي انا كنت بقوله من شهر 10 اللي فات تقريبا، ان اصبروا لسه الصعود الكبيره ما جاتش، لسه الحاجات اللي احنا مستنيينها ما جاتش. عايزين نبدا التابلت الكهربائي. بما اني ما عملتش، انا اسف، بما اني ما عملتش بس فيديو الخميس، عايزين نشوف بس ايه تحركات السوق عملت ازاي. السوق كان مؤشر 30 صحح عن ال 29000 ما اكتفاش ونزل جاب ديل من ال 27000. معنى ده ايه؟ انا فاكر ان قلت لكم يوم الاربعاء ان انا اتوقع انها تبقى جلسه ممله يوم الخميس وما فيهاش احداث كتير، واللي انا توقعته بصراحه ان الشمعه هتقفل احمر عند ال 27 هنا، ومن يوم الاحد الجديد نبدا نصعد. لكن اللي ظهر ان المؤسسات والهيئات الاجنبيه مش عايزانا نطول في الهبوط، فنزلت خدت الدعم على طول وقلبت لنا الشمعه، بحيث نبدا من بكره صعود بس، يعني ما يبقاش في حاجه قدامنا عشان نهبط لها. كذلك المؤشر السبعيني نفس الفكره. انا كنت متوقع دي تبقى شمعه صغيره مثلا، شمعه صغيره هنا بالديل ده، ونبدا من بكره شمعه خضراء حلوه ونرجع بقى وبتاع. لكن من الواضح ان هم مش عايزيننا نطول في الهبوط، مش عايزين الهبوط يبقى كبير، مش عايزين يحصل مشاكل كتير واحنا هابطين، لان فعلا الوضع الحالي في مصر لازم يدينا صعوبات ورا بعضها، ما ينفعش نهبط مده طويله. ناخد الاسئله، نشوف الكابلات.
النت. نغير بس شبكة النت عشان يبقى الموضوع أسرع. ادي الكابلات. ايه اللي حصل في الكابلات؟ هل في اخبار؟ صراحه ما اعرفش، وانا من الناس اللي مش جيده في متابعه الاخبار. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده مش شيء جديد يعني، كان بيحصل في جدول كل فتره، حتى الان بيحصل في نهر الخير. حاجات كتير بتحصل. منطقه تجميع كسرها بدا بها صعود، تجميع جديد كسرها بدا بها صعود. طب هل في اخبار؟ وارد. هل دي جيمه من المضارب؟ وارد. طب نخش ولا ما نخشش؟ لا، ما تجريش في ديل الجيمه لو دخلت من بدري خش، غير كده لا. طاقة عتاء سيدكرير أطلس ورماس. عتاء، قول العتاء بتخلص الجيمة بتاعتها، فاللي حصل ده هبوط. حتى لو صادت بعد كده الأمل إنك ما تخشش، لأنها بتخلص الجيمة بتاعتها. سيدكرير عملت لنا تصحيح جيد عند 36 المنطقه اللي انا قلت لكم قبل كده ان لازم نصحح عندها، وعملت الديل الحلو ده. يعني اللي كان عنده نفس الخطوط دي وقدر ياخد التصحيحات دي هو برافو عليه. طب واحد هيجي يقول لي يعني انت عرفت تعملها؟ اقول لك لا، انا كانت كل سيولتي في السوق صراحه ومش هنكر، وفي اسهم كتير احنا مش هنعرف نخشها لان سيولتنا في اسهم ثانيه انا والناس اللي معايا، ومش هنكر لان الهبوط اللي حصل ده محدش توقعه بالطريقه دي. ما اعتقدش ان حد توقعه، احنا بس اللي توقعناه فعلا في جلسه يوم الثلاث اللي هو منطقه ترقب. انا توقعت ان يبقى في وقت عرضي، ما توقعتش الهبوط ده بصراحه، وما اعتقدش ان حد توقعه. بس دي كرير صحح من المنطقه دي، فهو يبقى راجع تاني لهدفه ال 50، يعني نكمل صعود. طاقه عايزاها بالانجليزي، طاقه عربيه. طاقة عربية ما فيش فيها أي شيء يخوف، يعني هي بدل ما كانت صاعدة على طول نزل صحاحت من هنا، مش بس من هنا، نزل 13 بديل حلو. فأنت كل ما بتنزل لدعوم تحت، يعني لو نفتكر لما هي كانت عدت 13 لما اخترقتها إيه اللي حصل؟ فيجي تاني لما تاخد دعم من 13 وترجع تصعد تاني يبقى هدفك 19 ثم أهداف أبعد. في أهداف أبعد طاقة لسه عندها أهداف بعيدة. أطلس هتلاقي تقريبا كل الاسهم عملت نفس الشكل، اللي هو ايه الشكل؟ ان هي نزلت يا الدعم تحت او دعمين تحت، نزلت خدت نفسها من دعمين او ثلاثه كمان تحت بديول، وراحت جايه صاعده منهم تاني. ده تاكيد ان احنا صاعدين صح، احنا بنتحرك صح. اطلس نفس الفكره، من عند النقطه دي عامل شمعه انقلاب النموذج، بكره شمعه خضراء يبقى اطلس رايح لهدفه عند 6 3 6 6 3 يعني. رماس كده المفروض تنزل تصحح هنا. طب اشمعنى هنا؟ قمة قديمة حتى بعد ما كسرتها نزلت اعتمدتها تاني، لما طلعت فوقها نزلت تالت تعتمدها. طب يبقى هدفها فين؟ عندك اول هدف هنا وفي اهداف ابعد، بس لما تعدي نبقى نشوف. فريباص صاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اتعلم تداول من الصفر. في الكورس اللي انا شخصيا استفدت منه كتير، كورس سفنكس لتعليم التداول. اما في البورصة المصرية في اتنين انا بحترمهم جدا، بحس ان الناس دي فعلا عندها علم وناس كويس. الجروب بتاع بورصة اكاديمي، اعتقد استاذ سامح ابراهيم، يعني يا رب ما كنتش قلت الاسم غلط، بس الراجل ده انا بحترمه جدا، معلوماته اغلبها موثوق فيها، بيتكلم بموضوعية شديدة، وبيتكلم مش بس موضوعيه، برؤيه فاهمه قوي للاحداث. فانا بحترم الراجل ده جدا. وكمان بلاش نقول الاسم التاني، ام جروب واسك.
ام ام جروب بعد الصعود ده نزل التصحيح ده. التصحيح ده انا مش حاسه قوي يعني، ما نزلش عن نقطه الدعم بالظبط، فاعتقد ان دي لسه فيها لعب. ما يبقاش امان غير لما يرتكز على السبعة تسعة. اسك اسك انا ياما قعدت اقول ان احنا في اسك عاملين نقطه تانية، ان احنا في اسك كنا في الاكونت اللي انا بحلل من عليه اسك كنا عاملين خط من عند 53 هنا. فاكر قوي لما قعدت اقول الخط ده لسه مش امان، لا لسه مش امان، واللي عايز يشترك في اسك ياخد منه، بس انا شايف اسك عند ال 44، هو فعلا نزل لل 43 وقدرنا من الحاجات اللي قدرنا نصطادها. اسك كويس اعتقد من النزول ده هو هيكسر مناطق ال 60 لفوق. ناخد تاني. هل في توزيع نص سهم جنيه سهم كيما؟ ما اعرفش، بس حتى لو في خش سهم كيما مش هيخسر حد ومش هيخسر عموما. خش وخد التوزيع الارباح وكمل في السهم. ممكن اعتقد حللته تستخدم مؤشر تحليل وافضله. مفيش مؤشر مفضل يعني، مفيش مؤشر تعتمد عليه فقط. الاهم هو التحليل الفني. انا بستخدم مؤشرتين، انت عندك شاشه بتبقى فاضيه. ان ساعات ابو ده المؤشر اللي انا حبيته البولينجر باند، لو حابب تضيفه اكتب بي بس في التريدنج فيو، تفتح البحث وتكتب بي تلاقي بولينجر باند ده كده حاجه زي المستطيل اللي محوط السهم من فوق وتحت وخط ماشي في النص. ده اكتر حاجه انا حبيتها. غير كده التحليل الفني هو الاهم من اي شيء. مفيش مؤشر يديك اصابه ماشي. من فيس ادويه فوري عربي انفست طاقه امك، احنا قلنا طاقه. من فيس عدى ال 91، مش بس عداها ارتكز عليها. هل هيكمل ايجابيه؟ هيكمل ايجابيه. الهدف فين؟ عند 100 جنيه. تعالى نمد ده عشان نتاكد. تعالى على استقامتك يا عم الشبح. فيبقى هدفك هنا 118 جنيه. من فيس فوري عربي انفست. فوري بالنزول ل 4/9 بياخد يولد عوم، فهو فوري اكيد ايجابي. تاخير صعود انا معرفش ليه، بس اعتقد مع هبوط السوق المره دي فهو من الاسهم اللي هتقود الصعود، لان بلاش نقول اسباب اكتر يعني. ارابيا اي اتش العربيه للاستثمارات برضو تاكيد الدعوم، دعم من هنا كمان قفلت فوق الدعم الثاني، فهي مكمله للصعود، هتكمل الصعود يعني، وبالذات انها لسه برضو جوه قناتها الصعبه. فامان يعني، ما تخوفش. عايز ايه تاني؟ قلنا نفيس فوري عربي انفست طاقه، قلناه. نجيب امك. امك برضو من الحاجات اللي هي جملت في الهبوط، وهي اصلا ما كانتش تصعد يعني، ما كانتش صاعده، بس لما جه الهبوط راح جاي مجملانه في الهبوط. لكن عموما امك رجع لفين؟ رجع جاب كل مناطق الدعم بتاعته تاني، بما فيهم منطقه الشراء القويه قوي دي اللي منها بدا صعود تاني. فاعتقد ان امك نفس فكره فوري مع الصعود الجديد للسوق، هو من الحاجات اللي هتبقى قايده الصعود ده. قايده جايه من القياده. اي اتش قلناه، طاقه قلناه، اطلس قلناه، ناقص مصر الجديده واعمار. ماشي. مصر الجديدة طول ما هي محافظة على 10/2 فهي إيجابية. أعمار مصر
اعمار مصر جت شمعه ابتلاعيه بعد الهبوط، فده يدل ان اعمار داخل عليه سيوله ورجعته كمان لترنده الصاعد الايجابي، فده يدل ان اعمار ما استسلمش للسلبيه وهو راجع للصعود ورايح لاهدافه، فاعمار تمام وكويس. طاقه وفوري قلناه، سبيد قلناه، سبيد لا نقوله ماشي، واو اي اتش الناس كلها بتسال على طاقه. وانا بنشر البوستات واحد كتب قايل لي انتوا حبايبنا في الهبوط بس ومش حبايبنا في الصعود، حبايبنا في الصعود بس وفي المكسب ومش حبايبنا في الهبوط. اه انت مشترك معايا عشان اقول لك في هبوط ولا مفيش هبوط؟ مش عارف يا جدعان. الناس بقى عندها شعور بالاستحقاقية غريب، يعني انت تحس انك تستحق كل شيء من دون ما تقدم اي شيء. مش عارف الكلام ده كبير اوي، مش عارف ايه دخله في الموضوع. ادي سبيد. سبيد قلنا 100 مرة انها طالما مش قادرة تحترم الخط الاصفر ده وقعدت كتير هنا، فهيجي الوقت ان ده هيتكسر. مع الكسر مع اعادة البناء من هنا انت ممكن تشتري من هنا وتبقى بايع عند الخمسة 5-7، لكن لو انت شاري من اعلى فربنا معاك يعني. ده سبيد او اي اتش وغاز مصر. او اي اتش لسه كانت طول المناطق العرضيه دي موجوده. فبص اديكم معلومه، احنا راسمين خط مثلا عديناه ووقفنا فوق شويه بشموع صغيره، هنا هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما صعود كبير قوي يا اما هبوط جامد قوي. ليه؟ لان الخط لسه مش قادر يزقك لفوق، وانت كسهم مش قادر تديله، مش قادر تعوره لتحت. فايه اللي بيحصل؟ انت بقى في الوضع ده كواحد عايز تشتري تفضل مترقب هنا، والله صعد يبقى مش من نصيبك خلاص، اكيد انت مش هتخش بعد ما هيصعد. لو هبط تشتريه من عند مناطق الدعم، فانت لو اشتريت هنا من تحت يبقى انت زي الفل. لو لسه من فوق هتشتري، لو انت بتشتري من فوق فربنا معاك برضه. في كمان غاز مصر. غاز مصر بعد صعوده للتعليم المحلي طبعا على اكونت تاني، فعموما يعني بعد صعوده عمل الهبوط ده ورجع تاني صعد، فانت من هنا ممكن تشتري غاز مصر، ولسه اهداف بعيده لان سهم الغاز ايجابي جديد. دايس حمل يا عم. دايس خدت شويه تصحيح بس دي شمعه تدل على اعاده استكمال الصعود. انا هخش او لا؟ بصراحه لا، خلاص انا بالنسبه لي دايس يعني عدى، فلما يريح شويه هبقى اجيب. عربيه صناعات هندسيه وشمس. طب مرة الشمس، الشمس للاسكان طبعا محللها على الاكونت التاني. ممكن المنظر ده يعتمد بال8-3 ان هو كدعم قوي. امتى؟ لو بكره يوم الاحد اعتبرنا كمان شمعه خضراء، لو حصل كمان شمعه خضراء تشتري الشمس وانت مطمن وتبيع عند ال10 جنيه. ديت الشمس. ايه الطلب التاني؟ انا عايز ايه؟ عربيه صناعات هندسيه. عربيه صناعات هندسيه تمام، كان صاعد مع هبوط السوق راح جاي نازل موجب، وكمان يوم الصعود راح جاي واخد له 3 دعوم من تحت، يعني عندك الدعم ده والدعم ده والدعم ده بقوا معتمدين كدعوم، فلذلك العربيه الصناعات الهندسيه ايجابي وهيكمل صعود. هتلاقيني بقول الكلمه دي كتير لان فعلا كل اسهم ال 30 دلوقتي ايجابيه، اشتري اي سهم في ال 30 هتلاقيه ايجابي، 3/4 اسهم ال 70 ايجابيه برضه. فخلاص يعني سوقنا صاعد، سوقنا صاعد وبتقل، صاعد قوي، صاعد بصعود معتبر. نيدا و اي اي اف اي ده اعتقد اطلس، ودي اوراسكوم انشاء ماشي. نيدا زي ما قلنا انها ليها علم صعود، بس ننتظر اختراق المثلث ده
هتنيك صبر فيها لان فيها تجميع كويس، لكنه ايجابي. لو انت تقدر تصبر فهو ايجابي. AI FI اطلس حللناه. ORAS اوراسكوم كونستراكشن. اوراسكوم كذلك على رأس القناة الصعب عند 217 تقريبا، هبط منها وخد دعمه من القناة الهبط من اسفل القناة الصعب ومن منطقة دعم، فهو يتحول لسهم ايجابي تاني. وعندك راس القناة الصعبة كهدف اللي هي دلوقتي تبقى 225. قلنا اطلس، قلنا عتاقة، قلنا اعمار، عايزين الاهلي تنمية. الاهلي التنميه والاستثمار حصلت فيه نفس الفكره. يعني احنا كنا دايما بنقول ان الاهلي هتلاقيه في لحظه عند ال 45، لكنه فضل فتره هنا، فمعنى كده ان الدعم ده هو مش قادر عليه، فكانت لازم تيجي اللحظه ان الدعم ده يتكسر لتحت. بالوضع ده هل الدعم ده عاد كدعم قوي؟ بصراحه لا، يعني انا لسه مقلق، فهنصبر لبكره. لو السهم قفل فوق منطقه الدعم دي فهو تمام ايجابي، لو ما قدرش يقفل فوقها فهو سلبي، فخلينا في الانتظار. اسمنت هنا دي قلناها، اعتقد عايزين ايجيترانس. بس كده الفيديو خلص بسرعه، انا كنت متوقع ان هو هيبقى اسرع. دي الاهلي تنميه، عايزين نجيب الاسمنت هنا. اسمنت هنا كذلك نفس الفكره، من عند منطقه الدعم الثانيه عملت ارتكاز ايجابي، فانت ممكن تبقى مشتري وتبيع عند ال 22. الارتكاز على ال 22 يبقى فيه حاجه ايجابيه ثانيه. ايجيترانس واطلس، اعتقد ETRS ده كده ايجيترانس. ETRS ايجيترانس فعلا. اطلس احنا قلناه بقى، فبقى اسمعوا من اول الفيديو. ايجيترانس تماما عند منطقه هدف اللي هي ال5 جنيه نزل. هل دي نعتبرها دعم؟ ممكن نعتبرها دعم، لان هو واقف من هنا على ترند صاعد. شوف المنظر، فالمنظر ان هو على ترند صاعد، ممكن نعتبرها دعم او دعم. تشتري ولا لا؟ لا، اصبر لما يرتكز على ال5 جنيه. واطلس احنا حللناه. بنبقي النصر للاعمال الميدانيه. النصر للاعمال الميدانيه، فانا اعتقد هو كان على اكونت انا بحلل عليه، كان واخد ترند صاعد وقناه صاعد. حتى الان هو نزل تحتها، هنستنى بكره لو قدر يرجع جواها كان بيها، ما رجعش يبقى سلبي. وبس كده فيديو النهارده خلص. هننزل السهم المجاني ان شاء الله على قناتنا النهارده بالليل. هنحاول ندي رؤيه عامه للسوق، لان معظم الناس اللي معايا سيولتها كلها في السوق، فهنحاول ننقي افضل سهم او اتنين خلصوا تصحيحهم وليهم صعود كبير نخش فيهم. وبس اللي حابب يشترك بيتواصل معايا من خلال تليجرام او كومنتات اليوتيوب، سواء في اداره المحافظ او قناه خاصه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.